السلام عليكم خوتي، تحياتي لكم. المهم اليوم نتكلم ان شاء الله على واحد هي اصلا عشبة على شكل عويدات، تتشدها تطحنها، تستعملها على شكل بودر وكاينه على شكل مكمل اقراص تستعملها. العشبة قديمة بزاف، تقريبا نستعملوها لهونو شي 4000 او 8000 سنة دابا كانوا تيستعملوها. لكن فين كاين المشكل كاين في فريق تيخرج تيقول لك استعملنا وعطاتنا نتيجة مزيانة، وفريق تيقول لك تيفاجئوك تيقول لك استعملناها وما عطاتناش نتيجة. اذا شكون غتيق هادو ولا هادو؟ اذا شنو الحل؟ تيبقى حل ديال عامل التجربة. جرب براسك وشوف واش هادو عندهم الصح ولا هادو اللي عندهم الصح. خصوصا ان الثمن ديالها ماشي شي ثمن كبير باش شتالاه. مثلا خسرتي فلوسك فيها ما تكونش راه خسرت واحد الثمن كبير. يعني جرب تشوف. انا اللي ثارت الاعجاب ديالي بحثت عليها بزاف، فيها 4 ديال العناصر. هاد الرياضه ديال كمال الاجسام تيدوروا حول هاد 4 العناصر، مهمين بزاف. المساله الاولى هي مساله ديال الهرمونات، تنظيم الهرمونات. المساله الثانيه بالاخص هرمون التستوستيرون. المساله الثالثه تحسين الاداء الرياضي. المساله الرابعه قضيه ديال التوتر وهرمون الكورتيزول، شنو تدير فيها؟ انا نشرحهم. المساله ديال تنظيم الهرمونات وهي ان هذا المكمل تيمشي للغده الدرقيه وتضبطها، تيدير لها التاقلم. الغده الدرقيه الا كان عندك فيها خلل تكون عندك خلل حتى في الهرمونات، ولا كان عندك خلل في الهرمونات اذا هذه الرياضه قائمه اساسا على ان الهرمونات يكونوا مزيانين. شنو تدير الغده الدرقيه؟ الا كان الغده الدرقيه عندها نشاط في العمل ديالها تتهبطها. الا كان عندها خمول، العكس خمول في العمل ديال الغده الدرقيه تطلعها شي شويه، تدير عمليه توازن. اذا نشاط الغده الدرقيه خايب والخمول ديال الغده الدرقيه ما مزيانش هو، تضبطها. الغده الدرقيه مهمه بزاف للصحه والتوازن ديال الهرمونات. كذلك قضيه ديال التوتر، الا كان عندك التوتر طالع تتهبطو، ولا كان عندك نازل بزاف تطلعو. واحد غيقول لي الهرمون ديال التوتر هو هرمون الكورتيزول تيعطينا التوتر، راه التوتر ما مزيانش. حتى الا كان طايح راه مزيان يكون طايح. لا، الله سبحانه وتعالى خلقو فينا طبيعيا باش دير ديك ردة الفعل فاش تكون تتعرض لشي خطر، او لو وقعتي في شي مأزق. مثلا تعرض لك، مثلا خرج لك مثلا شي واحد بغى يعتدي عليك، او شي واحد باغي يدابز معاك ظلما وعدوانا، يا اما تفر يا اما دير ردة الفعل. اما الا كنتي جاك واحد الخطر وبقيتي خامل بزاف راه تكون ضحيه. اذا طبيعيا تيكون فيك التوتر بواحد النسبه قليله. شنو خايب فيه هو يكون بنسبه عاليه، لانه يدير لك مشاكل. خصوصا يقدر يدير لك الارق بالليل، ولا عندك مشكل في النوم، ولا ضارب لك النوم ديالك، ضربتي كلشي بالزيرو. حيت النوم فيه بزاف ديال المسائل، تتم فيه بزاف ديال المسائل المهمه هضرنا عليها بزاف. قضيه ديال حرق الدهون وهرمون النمو وكذا. يعني النعاس الا كان مزيان راه 60% ديال المجهود ديالك اللي تديرو في لاصال غادي يعطيك نتيجة. اما لما كنتيش تتنعس مشكل كبير. فهاد المكمل تيدير لك التوازن في هرمون التوتر، طالع تينزلو هابط تيطلعو. القضية الثالثة قضية ديال تحسين الأداء الرياضي. هاد المكمل هذا تيعطيك قدرة على أنك تحمل الأوزان وتصبر في لونطريمون ديالك، تصبر فيها بزاف. الا كنتي تدير واحد الوقت قصير تعيا دغيا تتحس براسك بديتي تتولي نشيط، التمرين ديالك تتعطي حقه.
هاد القضيه ديال تحسين الاداء الرياضي ماشي جاو قالوا هكاك، راه داروا ابحاث. جابوا واحد مجموعه ديال الرياضيين حطوهم في واحد المكان، وجابوا هذيك البنش بريس. وشافوا الاوزان اللي كانوا كيديروها قبل ما ياخذوا المكمل، ومن بعد ما داز مده ديال شهر شافوهم واش زادوا في الاوزان، لقاو فعلا تحسنوا زادوا شويه في الاوزان. يعني بداو تيتحسن الاداء الرياضي ديالهم. كذلك هرمون التستوستيرون هو العنصر الرابع اللي نهضر عليه. قاسوا ليهم نفس الاشخاص، شدوهم قاسوا ليهم هرمون التستوستيرون قبل ما يتناولوا المكمل ومن بعد ما يتناولوا المكمل، ولقاهم فعلا تزاد. ما نقولش لك تزاد بواحد النسبه كبيره، لان هذا الهرمون خطير بزاف، خصك بزاف ديال المواد الغذائيه باش يلاه تطلعوا طبيعيين. طلع بواحد النسبه، لقاو بان النسبه اللي كانت ماشي هي اللي لقاوها، يعني تزاد من بعد ما تناولوا هذا المكمل هذا. نسبه مهمه ماشي كبيره بزاف، ولكن نسبه معقوله ومهمه تحتاجها وتعطيك نتيجه. فيعني باش شفت هاد العناصر هاد العناصر الربعه اللي شفتهم انايا، زعمت يعني ثارت الاعجاب ديال هاد المكمل باش نستعملو. استعملته الحمد لله، كاين تحسن اللهم لك الحمد. واحد اخر جاي يقول لك لا راه تستعمل الهرمونات، ولا راه ما راه شوف، هرمونات راه غير شنو المشكل ديال هذاك اللي ديما تيسولك راه تستعمل الهرمونات، يشوف مثلا ولا عندك عضلات ولا كذا تيقول لك تيرميك بانك استعملتي الهرمونات انت هذاك اللي تتسال شنو المشكل ديالك، انك انت عرفتي وسمعتي ابطال هضروا على ان الهرمونات خطر بزاف على الصحه ديالك. الصحه ديالك في خطر، تدمر قلبك، تدمر الكبد، تدمر الحياه الزوجيه ديالك في خطر. عرفتي وجمعتي معلومات، ولكن شنو المشكل ديالك؟ ما تترينيش مع كاز، منظم وقتك في الماكله والمسائل، ما تتحققش نتيجه. باش تجاوب على نفسك وترضي نفسك وعذاب الضمير بانك ما حققتيش النتيجه، تترضي راسك بانك تقول انا ما وصلتش لهذيك الفورمه مثلا حيت انا ما استعملتش. يعني داكشي علاش تلح على الجواب باش يقول لك الاخر تستعمل، وتقول لنفسك انت فوالا انا راه ما تنستعملش المنشطات والهرمونات. صافي راه عندي العذر، حيت ما تنستعملش الهرمونات. داكشي علاش ما وصلتش لهذاك المستوى. اتريني على راسك وضرب تمارين، قلبتي يدي انا راه ولاو بحال البناي بكثرة البارة وكثرة النفير. ما عليناش، خرجنا على الموضوع. قلت لك هذاك الفريق اللي تيقولوا ما عطاتناش نتيجه، نساو بان راه تقدر تجيب نفس الماكله وتعطيها لجوج ديال الاشخاص، يقدر هذا يستافد منها يبقى ياكلها ديما يستافد، تبان عليه، وهذا ما تبانش عليه. حيت تيكون المشاكل في الاعضاء الداخليه عندكم، الاجسام تختلف ما بين انسان وانسان. يقدر يكون هذا عنده مشاكل، كاين القلب، كاين الكبد، كاين درجه الامتصاص الامعاء كي دايره المراره عندك. يقدر هذا يكون عنده امتصاص جيد للفيتامينات والمعادن والمواد اللي تفيدو، وهذا ما عندوش، مشكل في الامتصاص، كلاو نفس الماكله وما عطاتش. كذلك يعني الاجسام تختلف. الى هذا بانت عليه النتيجه وهذا ما بانش، ما يعممش، يخرج يبقى ياكد على الناس بلا ما خلي الناس تجرب وتشوف براسها وما يلاحظوا الفرق. بنادم راه جسمه هذاك هو ادرى به. مع المده تتعاشر هذا الجسم هذا، تتعاشرو، تتعرف عليه، تتولي تعرفو اكثر من اي واحد اخر. المهم حكا انا هضرت بزاف وما وريتكم، ما قلت لكم السميه ديال المكمل اشواغندا، راه معروف بزاف الناس تيهضروا عليه. هو هذا الثمن ديالو راه ما غاليش بزاف. المهم انا النتيجه النهائيه انا بان ليا مزيان، وانت جرب وشوف. هادشي اللي كاين، هادشي باش بغيت نهضر معكم اليوم. وان شاء الله اي جديد ولا شي حاجه راه نوافيكم به. وتحياتي لكم والسلام عليكم.